تخيل معايا صاحبك عنده الملايا الفلوس كالروز، جا عندك شي نهار قال لك امر وانا نغامر، اللي بغيتيها ناخذها عليك، عندك تحسب من اي حاجه وقفتي عليها قرصها ليا راه غتلقاني حداك. الكميه ديال الراحه والطمانينه والامان اللي غادي تحس به بديك اللحظه ما تقدرش توصفه. نمشيو بعيد كاع، تخيل رئيس دوله يقول لك انا معك في اي حاجه، خدمه نخدمك، فلوس كاينه اللي بغيتيها، قول لهم غير من طرف فلان راه حتى حاجه ما غادي تنقصك، اي حاجه غادي تاخذها. كي غادي تبقى تمشى في ديك البلاد تخيل تجي كل شيء ديالك. ايوا هكا حنا دايرين البشر، ولما كبر هذاك اللي كتكا عليه وترجع عليه يعاونك كتزاد الثقه والامان والطمانينه. ولكن الحاجه اللي غريبه باش كيجي الوعد من مالك الملوك اللي خلقني وخلقك وخلق هذا الكون، كتلقى بنادم شاك وموسوس. يعني باش كنقراو القران وكتلقى اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. غير تامل المعنى في هذه الايه. الله كيقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا سولك لي عبادي راني قريب. ربي ملك السماوات والارض وما بينهما كيقول لك انا قريب لك. ليه عليك تكثر من الدعاء وتطلب داكشي اللي خاصك مني. وهذا الشيء نورمالمون باش كيخلينا نحسوا وحنا عايشين في ارض الله والملكوت ديالو. دابا غادي نرجعوا لعبادك اللي ذكر الله عز وجل في الايه. ربي وصف اللي كيدعيوه بوصف العباد، وماشي غير في هذه الايه. الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوا لي استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي هي التكبر عن الدعاء، ما كيبغيوش يدعوا الله. اكبر درجات العبوديه لله انك تكثر من الدعاء. والدعاء ماشي كلمات تبقى تعاودهم وحافظهم، هو واحد الركن مهم في عقيده كل مؤمن. هو التواصل ما بين الانسان الضعيف المهموم الخايف من تقلبات المستقبل اللي هو شيء من الغيبيات، اللي الوحيد اللي عنده هذه القدره المطلقه الخارقه هو ربي سبحانه وتعالى، اللي كييسر كل شيء، الحكيم الرحيم العليم. وانت العبد الضعيف كتخلي باب الله وما تمشيش تطلب منه، حتى تدق جميع البيبان وكيتسدوا عليك، عاد كنلجؤوا الله سبحانه وتعالى، ولا كنتكبروا على الطلبات الصغيره اللي كتبان لك ساهله وتقدر توصل ليها. ربي كيبغي السؤال من عباده والرغبه ديالنا اليه، واننا محتاجين ليه في جميع اللحظات ديال حياتنا. والقناعات والتقاليد اللي لاصقه فينا الا طلبنا من ربي شي حاجه حتى كنشوفوا ان البشر ما يقدرش ينفع ويحقق لك داك الطلب، في ديك اللحظه كنقولوا راه غير ربي اللي يقدر يصنع المستحيل. والقوانين ديال البشر ما كتطبقش على رب البشر. علاش ما كنطلبوش للبشر يقدر يديروا لك التفاصيل اللي ساهله في الحياه باش كتطلب من ربي وكدعي حتى في الحوايج اللي تقدر ديرها انت تما كتروض النفس ديالك، كتاكد باللي ربي هو الفاعل اللي يسر لك وانت غير اداه الفعل. وربي في غنى على ديك الاداه اصلا. بك ولا بك مكتب ديال الله سبحانه وتعالى عمرك تقدر تصرف فيه ولا تبدلو. مؤخرا كاملين شفنا داكشي اللي طرا في الاضرحه ولا مواسم ديال الكيلو. انا ما جايش انا باش ننتقد ولا ندافع عليه، ولكن راه كاين بزاف ديال البشر اللي كدير نفس الغلط ولكن بطريقه مختلفه. كاين اللي كيمشي يعطي فلوس ويشرك بالله باش ياخذ البركه ديال البشر بحال ويدعي ليه الله اللي ربي ورب الناس اجمعين. بحال هذاك ولا هذيك اللي كتمشي دير القبول باش الناس باغيها في الخدمه ولا تزوج بداك الشخص اللي كتبغي. كاين اللي كيمشي بعيد حيت الشيطان يعيدكم الفقر، والنفس ديالنا ديما كتميل للنتيجه المزروبه حيت الانسان خلق هلوع. الا مساتنا شي حاجه كنتقلقوا وكنتنوعوا. هادشي علاش البشر ما كيصبرش وكتمشي تدعي بشر بحالك بحال زعما راه معرفه غادي تقضي لك امور. اللي مريض كيمشي عند الشريفيه في عقله هو يدعي له باش يبرا، اللي طاحت عليه شي مصيبه يمشي يرغب ويطلب واحد اخر باش يعتقو. اللي يمشي يطيح بكرامته على ود شي حاجه دنيويه ديال الدنيا فقط ما عندهاش قيمه، وكيخلي الله سبحانه وتعالى اللي في يدو كل شيء. يعني الخلل ماشي في هذوك اللي سجدوا لذاك بنادم، حيت انا ما سمعت قال لك صبر رجليه الصغير فيه البركه، راه غير ضحك. يمشي شي واحد يتيق هذا الشيء ويقلب عليه يبوس ليه رجليه، نديو التقليد ديالو. الخلل فينا كاملين اللي ولينا كنطلبوا البشر وخلينا رب البشر. وهنا باش كطلب من ربي داكشي اللي تقدر ديرو كتعترف لربي ان كل شيء بيديه والقدره ديالو ماشي بحال ديالك اللي كتبقى تقول هذا صعيب هذا سهل. اصلا حنا كنعيشوا في الماضي عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء هو جوهر الايمان. اما باش تكبر في الدعاء فهاد الشيء راه قله ادب مع الخالق. انت ماشي كدعي زقرام، راه كدعي صاحب الملكوت ومول الخزائن كامل واكرم الاكرامين. وشوفوا وسير قلب كيفاش الانبياء كانوا كيدعوا الله سبحانه وتعالى. كاملين عارفين باللي الطمع مع الله سبحانه وتعالى فطير، بحال سيدنا سليمان عليه السلام سول ربي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده دين من موراه. ملك عمرو يبان في تاريخ البشريه حتى تقوم الساعه. دعي الله في اي حاجه صغيره كبيره وما تسوقش، عمرك تحشم ولا توسوس. الدعاء راه ماشي اوبسيون باش تحقق الرغبات ديالك، راه حبل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، خصو ديما يبقى متصل. اما الجواب فهو واحد الامر متروك للمجيب، والمجيب في هذه الحاله هو الله سبحانه وتعالى. كيفاش غادي يتحقق امتى الله اعلم، هذا الشيء كيخصو غير هو، غير الله اللي عارف. ربي عارف اي حاجه تقدر طرا لك في المستقبل، يعني باش كيعطيك راه داكشي اللي غادي تحتاجه في ديك اللحظه وماشي داكشي اللي باغيه انت. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. كيعطيك داكشي اللي عارفه فيه خير لك
اللي عليك انت تكمل في العباده. دعيه هو غادي يجاوبك، هو الوحيد اللي يحدد لك امتى يعطيك والطريقه اللي غادي يعطيك بها. فبلا ما تظلم نفسك. شحال من مره طلبنا من الله القليل وعطانا الكثير، ولكن كل شيء كيكون خير لينا. اذا كنتي بصح مؤمن بالله عز وجل فغادي تعرف بلي الدعاء ديالك غادي يستجب له عاجلا ام اجلا. وديما دير في راسك حتى اذا ما استجبلكش الدعاء فدخلها في عقلك باللي راه في الاخره غادي تعوض. دونك نتايا ما تدخلش دوك التناوي ودوك الوسواس، وحاول تروض ديك النفس اللوامه والنفس الامره بالسوء. هذه هي نقطه الضعف ديالنا اللي كيلعب عليها الشيطان باش ديما يبين لنا بلي الحلال راه صعيب والحرام راه ساهل. والحرام هنايا الا مشيتي عند شي واحد ودعيتيه وطلبتيه هو ما طلبتيش الله سبحانه وتعالى، باش تخلي الخالق وتمشي للمخلوق، طلب شي حوايج اللي يقدر يكونوا فيهم مضر عليك سواء في الدنيا ديالك ولا في الاخره ديالك. الا كانت في الاخره ديالك راه مصيبتك مصيبه. اللي داك الحبل ديال الدعاء بينك وبين السماء ديما متصل، حيت الا تقطع الارض غادي تسرطك وغادي تولي من الناس. واهل الارض راكم عارفينهم شكون اللي كيتمتعوا في الدنيا وفي الاخره ربي كيوعدهم بعذاب شديد. وهنا غادي نرجعوا لديك الايه نكملوها: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء ديما كيكون شي حاجه اللي ماشي انت دير الله في الحرام وتسهل الاستجابه. كاين اللي كيدعي الله على تقمير لعبه، كاين اللي كيدعي الله يسر له زواج اللي غادي يخرج على حياته، غادي يدمر له الدنيا ديالو والاخره ديالو. يعني ربي باش كيستجيب للدعاء خص الانسان يدعي بقلب حاضر، والدعاء اللي ماشي في الحرام. هضر مع الله سبحانه وتعالى. حنا كاملين حافظين ادعيه وكنبقاو نعاودوها. لا هضر معاه باللغه اللي كتعرف، هضر معاه بالدارجه، هضر معاه بالامازيغيه، هضر معاه بالريفيه القرعيه الصحراويه، اي لغه كيعرف الله سبحانه وتعالى. شي حاجه مقلقاك دعي الله ربي يفرج عليك داك الهم. شي حاجه اللي باغي توصل لها في الحلال دعي الله ييسر لك الامر وبقى تسعي. صبر، يا ربي مع الصابرين اذا صبروا. تقدر في ديك اللحظه داك الدعاء غادي يخرج عليك وربي مخبيه لك من هنا لواحد 5 سنين 10 سنين. وحتى الا ما وصلتيش لذاك الهدف اللي كنتي كدعي له عرف بان الله راه مخبي لك شي حاجه اللي ما كتعرف سواء في الدنيا سواء في الاخره. وانا ربي باش قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد شنو هو؟ هو الهدايه والايمان. يعني ربي كيهديك الاعمال الصالحه ماشي كيأدي بك الهويه. هادشي اللي كنلاحظوا في دوك الناس اللي كيدعيو الاضرحه وكيدعيو مولاهم ومولاتهم باش ربي يرضى عليهم، راه الاكثريه ربي كيخرجهم من ديك الطريق المستقيم. كتلقاهم غاديين في واحد الطريق ربي اللي علم بهم. ما نبقاوش نتنمروا عليهم ونطعنوا فيهم، حيت راه اي واحد يقدر القلب ديالو يتقلب بين ليله وضحى. شي حاجه اللي كبيره عند الله عز وجل، حاول ما تنساهاش. وحنا في هذه القناه اي حاجه كنفكروا فيها كنحاولوا نبسطوها بواحد الطريقه اللي سلسه وسهله اللي تقدر تفهمها انت ونفهمها انا واي واحد يفهمها. وان شاء الله ما كرهناش تخليو لنا الاراء ديالكم، شي تساؤلات نهضروا فيهم نحللوهم. وما تنساوش تخليو لينا لتحت شي لايك، ونتلاقاو في شي فيديو جاي ان شاء الله. وشعارنا كن مع الله ترى الله معه.